سؤال كده من الأسئلة اللي بتحير أي حد فينا. إيه اللي بيحول إنسان عادي طبيعي جدا بياكل وبيشرب وبينام وبيروح شغله أو مدرسته ممكن يكون عاش حياته زيه زي أي حد لسفاح وقاتل متسلسل؟ إيه اللي بيخليه يوصل لمرحلة إنه يقتل فيها ناس كتيرة من غير أي رحمة أو أي شفقة؟ الموضوع ده مش بسيط وما ينفعش نلخصه في كلمة واحدة. النهاردة جايين نحاول نفهم الأسباب النفسية والاجتماعية اللي ممكن تدفع أي شخص إنه يتحول لسفاح أو قاتل متسلسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة كده لما بنسمع كلمة سفاح بيجي في بالنا فورا صورة لشخص شرير بالفطرة، مولود وقلبه أسود، لكن الحقيقة إن معظم المجرمين والسفاحين والقتلة المتسلسلين ما بيتولدوش كده. الظروف والبيئة والتجارب اللي بيمروا بيها طول حياتهم هي اللي بتشكل شخصياتهم وبتدفعهم للسلوكيات دي. الموضوع معقد ومتشابك وممكن يكون فيه عوامل كتيرة جدا بتلعب في دور التحول ده من إنسان عادي لسفاح. طيب، ليه الإنسان بيتحول لسفاح؟ تحول الإنسان لسفاح ده عادة بيكون نتيجة لتفاعل معقد بين عدة عوامل، مفيش سبب واحد يعني، وغالبا بتكون العملية دي تدريجية يعني كده بالراحة. أول حاجة الصدمات النفسية والتجارب المؤلمة في الطفولة، دي يمكن من أهم الأسباب اللي كتير من السفاحين بيكونوا مروا فيها بطفولة صعبة جدا ومليئة بالصدمات، وممكن يكونوا اتعرضوا لعنف جسدي أو نفسي شديد أو إهمال عاطفي أو اعتداء جنسي أو حرمان شديد. التجارب دي بتسيب جروح نفسية عميقة وبتخلي الطفل يكبر وهو مليان غضب وكراهية وإحساس بالظلم وعدم الأمان، والغضب ده ممكن يتراكم ويتحول مع الوقت لرغبة في الانتقام أو إيذاء أي حد حتى لو مكانش له أي ذنب. تاني حاجة الاضطرابات النفسية والعقلية. في بعض الاضطرابات النفسية اللي ممكن تزود من احتمالية التحول لسلوك عنيف أو إجرامي زي اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، وده بيخلي الشخص ما يهتمش بمشاعر الآخرين وبيخليه شخص مندفع وممكن يعمل أي حاجة من غير أي إحساس بالذنب أو الندم. الذهان. في بعض الحالات الشخص ده بيعاني من الذهان زي انفصام كده، في بعض حالاته ممكن يفقد صلته بالواقع ويسمع أصوات أو يشوف هلاوس بتأمره إن هو يعمل حاجات عنيفة رغم إن الكلام ده مش موجود. نيجي للاعتلال النفسي والسوسيوباسية، دول أنواع من الاضطرابات الشخصية اللي بتميز بغياب التعاطف والقدرة على التلاعب بالآخرين والسلوك العدواني وعدم الإحساس بالذنب. العزلة الاجتماعية والفشل المتكرر، لما الشخص بيحس انه هو منبوذ من المجتمع يعني ملوش صحاب، بيفشل في علاقاته باستمرار وما بيحققش اي نجاحات في حياته، شخص كده عادي ممكن يتولد عنده احساس بالمرارة والغضب واليأس. العزلة دي ممكن تدفعه انه ينعزل اكتر ويفكر انه ينتقم من المجتمع اللي حس ان هو ظلمه ورفضه. رابع حاجة تأثير العنف والإباحية على الدماغ. التعرض المستمر للعنف سواء في الواقع أو من خلال الإعلام أو الألعاب العنيفة أو أفلام عنف جديدة أو محتوى إباحي عنيف ممكن يشوه إدراك الشخص الواقع ويقلل من حساسيته تجاه العنف. ده مش معناه إن كل اللي بيشوف عنف بيتحول لسفاح، لكنه عامل ممكن يساهم في شخصية عدوانية. خامس حاجة وجود عوامل محفزة، أحيانا بيكون في حدث معين بيحصل في حياة الشخص ده وده بيكون بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير. يمكن يكون فقد وظيفته أو قطعت علاقته بحبيبته أو مات حد عزيز عليه أو حس بإهانة شديدة. الحدث ده مع كل التراكمات النفسية اللي قلنا عليها واللي فاتت ممكن تكون الشرارة اللي بتنفجر وبتجمع كل الغضب والكراهية اللي جواه ويخليه يرتكب جريمته الأولى وبأبشع الطرق كمان. غياب الوازع الأخلاقي والديني، لما يكون مفيش أي قيم أخلاقية ولا دينية قوية بتحكم الشخص وعند البني آدم بيبقى سهل عليه إن هو يبرر لنفسه أي فعل حتى لو هو من جواه متأكد وعارف إن هو حرام. حتى لو كان عنيف أو إجرامي الضمير دايما بيكون غايب ومش فعال، وده اللي بيخليه يعتدي على حقوق الآخرين من غير ما يحس بالذنب. لازم الإنسان يكون عنده حس ديني، مفيش أي دين بيحس على العنف والكراهية. حتى البني آدم سواء كان سفاح أو كان بني آدم عادي لما بيجي يعمل حاجة غلط بيسرق أو بيقتل أو أي حد يعني بعيدا عن الموضوع القتل ده، بيسرق بيقتل بيعتدي على حقوق الآخرين وهو من جواه عارف إن ده حرام، لكن بيحاول يبرر لنفسه إن ده اللي بيعمله ده إن هو بيحاول إن هو ياخد حقه من المجتمع، بيحاول إن هو ينتقم، وده حرام، ده على الخلق للخالق.
ودعوة المظلوم دي بتفضل متعلقة في عرش الرحمن، وربنا بيجيب حقنا مهما طال الزمن. وفي النهاية تعالى أقولك إن تحول الإنسان لسفاح ده هو عملية معقدة جدا، بتشمل عوامل نفسية واجتماعية وأحيانا بيولوجية. مفيش حد بيتولد شرير منا، لكن الظروف والتجارب والأمراض النفسية اللي ممكن تشوه الإنسان وتخليه يوصل لمرحلة متصورة من العنف والقتل. فهم الأسباب دي مهم جدا علشان نقدر نشتغل على الوقاية ونتدخل بدري لما نشوف علامات الخطر دي عند أي شخص، ونوفر الدعم النفسي للناس اللي بتعاني من صدمات أو اضطرابات. المجتمع كله لازم يكون واعي بالدور اللي بيلعبه في حماية الأفراد من التحول ده. يا ريت تشاركونا رأيكم في التعليقات. إيه أكتر سبب من دول شايفينه إنه مؤثر في تحول الشخص لسفاح؟ وإزاي ممكن المجتمع يساعده في منع حدوث ده؟ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وشير الفيديو ده مع كل اللي تعرفوهم علشان نوصل الفكرة دي لأكبر عدد من الناس. ما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت، ونشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.